السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض عيش الكريب بطريقة جميلة جدا وبدون بيض وبدون لبن. هما شوية دقيق شوية ملح ومية وبس، وطبعا طلع جميل جدا ويتاكل حاف. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. معايا 4 كوبايات من المية نفس الحجم، و3 كوبايات من الدقيق، ونص معلقة صغيرة من الملح. هنحط الملح على الدقيق ونبتدي ان احنا ندمجهم مع بعض كويس جدا. طبعا المية مش هنحطها كلها مرة واحدة، لان الدقيق بيختلف من حد لحد، فهنبتدي ان احنا ننزل بيها بالتدريج. دلوقتي حطينا اول كوباية من المية معانا وهنقلب. العجينة طبعا هتحتاج معايا مية كمان، فهنضيف الكوباية التانية من المية. هوريكم طبعا القوام بتاعها اللي احنا عايزينه في النهاية شكله يبقى عامل ازاي. دي الكوباية التالتة. ما تنسوش بس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. دلوقتي بصوا القوام بتاع العجينة بقى عامل ازاي. هنبتدي ان احنا بقى نستخدم من الكوباية الرابعة بالتدريج، مش مرة واحدة، مش هنحطها كلها. حطينا حبة بس من المية وقلبنا، طلع هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنيجي بقى ان احنا نصفي الخليط بتاعنا ده عشان مش عايزين فيه اي تكتلات خالص، فهنبتدي ان احنا نصفيه كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده انت بتمنعي وجود اي تكتلات في العيش الكريب بتاعك. على فكرة هو من جماله يتاكل حاف. كده نقلناه بقى، يعني حطيناه في الحاجة اللي احنا بنعمله فيها. وهنجيب دلوقتي مع بعض، بعد ما خلصنا العجينة دي كلها مظبوط كده، هنجيب على النار طاسة ونسخنها كويس ونديها دهنة من الزيت، ونبتدي ان احنا ننزل بمغرفة من الخليط بتاعنا ده، ونكون معلين النار ونقلبها على الجوانب، بس العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز نبتدي ان احنا نحرك فيها، ولما خلاص تمسك نفسها من الناحيتين نبتدي ان احنا نقلبها على الوش ده وعلى الوش ده لحد ما تستوي خالص. وكده احنا بنعمل واحدة تاني مع بعض. بصي ما بتحطيها هي اصلا بتستوي من الوش والظهر، فبتقلبيها بس على الوش التاني عشان تاخد الوش الاحمر الجميل ده. طعمه بصراحة تحفة. يا رب التجربة دي تعجبكم وتوفروا على نفسكم وتعملوه في البيت، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. وطلعنا 7 عيش كريب من المكونات اللي احنا استخدمناها مع بعض. لو عايزة تعملي اكتر براحتك، اقل براحتك. السلام عليكم.